رسم خريطة لأمريكا هي أقدم خريطة لها على الإطلاق، وهذا يلغي الكذبة الكبرى التي تعلمناها في مدارسنا بأن كولومبوس هو مكتشف أمريكا. فالحقيقة التي أخفيت عنا لمئات السنين أن المستكشف الإسلامي بيري ريس هو مكتشف أمريكا الحقيقي. طبعا سبق بيري ريس كثير من المسلمين الذين وصلوا لأمريكا قبله، ولكن بيري ريس هو الذي وضع أول خريطة علمية للقارتين الأمريكيتين بكل التفاصيل، بما يعطيه الحق بأن نطلق عليه لقب المكتشف الحقيقي لأمريكا، حيث بيّن بيري ريس ما اكتشفه في أمريكا في كتابه كتاب البحرية الذي قدمه للخليفة العملاق سليمان القانوني، والذي كان يدعم بنفسه تلك الحملات الاستكشافية في أمريكا. ليس ذلك فحسب، بل رسم بيري ريس خريطة للقارة القطبية الجنوبية، فكان البطل الإسلامي الكبير محي الدين بيري ريس هو أيضا مكتشف القارة القطبية الجنوبية والتي تسمى أنتاركتيكا. إذن فقد كان نفوذ المسلمين في عهد الخليفة الإسلامي العملاق سليمان القانوني يمتد من فيينا شمالا وحتى القطب الجنوبي جنوبا، مرورا بأمريكا وأفريقيا وأوروبا وآسيا.